لو كل العالم شافك فاشل ما تقلقش، يمكن الغلطة اللي بيضحكوا عليها تكون السبب في اختراع يغير العالم. في وقت الحرب العالمية الثانية كيميائي اسمه هاري كوفر شغال على تركيبات جديدة عشان يعمل عدسات للبنادق. فضل يشتغل لفترة طويلة جدا على التجربة دي، بس في الآخر النتيجة كانت كابوس. مادة لزجة جدا بتلزق في أي حاجة حتى في إيده بمجرد ما يلمسها، وعشان كده شاف ان التجربه فشلت وقفل الملف. بعدها ب6 سنين كان شغال في شركه استمان كودك، ورجع يجرب الماده دي مره تانية، بس المره دي مع فريق، وكان معاهم جهاز غالي جدا. الماده دمرت الجهاز حرفيا، لزقت في كل حته فيه ومفيش جزء فيه كان عايز يتحرك. الفريق كله اتصدم وحسوا باحباط شديد جدا، بس اللي كانوا شايفينه فشل هاري كان شايفه اكبر انجاز في حياته. هاري كان شايف ان هم وصلوا لاقوى ماده لاصقه في العالم، وعشان كده بداوا تجاربهم. جربوا يلزقوا بيها خشب، وجربوا يلزقوا بيها معادن، وجربوا يلزقوا بيها بلاستيك، وكل التجارب كانت مذهله. وبعد ابحاث كتير وتجارب كتير اتسجل الاختراع رسميا سنه 1958 تحت اسم سوبر جلو. والنهارده سوبر جلو بقى موجود في كل بيت وكل ورشه وكل مكان.